السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. دي حاجتي ولا مش حاجتي؟ طيب ما تاخدش حاجة زميلك الا لما تستأذن منه، ما تاخديش حاجة اختك الا لما تقولي لها. لازم تستأذن من اي حد هتاخد حاجة. طب انا استأذن ليه؟ هو مش من حقي اخد حاجة اي حد موجود معايا في البيت؟ لا، مش من حقك تاخد حاجة اي حد معاك في البيت، لازم تستأذن، لان دي تبقى اسمها ايه؟ اسمها سر. ينفع كده؟ ينفع تسرق حاجة حد غيرك؟ ينفع تسرق حاجة صاحبك؟ ينفع تسرق حاجة اخواتك؟ ينفع نقول للاطفال كلمة انت سرقت؟ امتى اقول للطفل ان انت سرقت، وامتى اديله دروس عن السرقه، وامتى اوعيه، وامتى اعرفه، وامتى اعتبرها سرقه؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. انتظروني، انا الاخصائيه النفسيه منى شطه، وهنا زاويه نفسيه. زاوية نفسية مع منى شطة. ورجعنا لكم تاني، اهلا بكم. يعني ايه سرقه عند الاطفال؟ السرقه عند الاطفال هي ان انا اخد حاجه مش بتاعتي مهما كان حجمها، حتى لو كانت بحجم قطعه الحلوى او بحجم عربيه. يعني السرقه ان انا اخد حاجه غيري. امتى اقول للطفل ان انت سرقت، او ينفع اقول له او لا؟ ده اللي احنا المفروض نعرف. السرقه عند الاطفال بتنقسم لمرحلتين: مرحله من عمر 3 سنين ل 7 سنوات، ومن 7 سنين ل 18 سنه. في المرحله العمريه من 3 سنين ل7 سنوات الأطفال فيها بيتمتعوا بسمات وخصائص مختلفة خالص عن المرحلة من 7 سنين ل 18 سنة. الطفل من عمر 3 سنين ل7 سنوات لا يدرك معنى الملكية، مش عارف يعني ايه دي بتاعة أخوه، أو دي حاجة أخته، أو إن أنا أمتلك ده أو غيري يملك. فكرة الملكية عند الأطفال من عمر 3 سنين ل7 سنوات مش موجودة. عشان كده هو لما بياخد حاجة من حد بيعتبر إن هو أخدها، وما بيفهمش يعني ايه كلمة سرقة. عشان كده في المرحلة دي ما ينفعش أروح أقول للطفل انت سرق. اللفظ نفسه او المصطلح ما ينفعش يتقال للطفل في المرحله العمريه. في المرحله دي اللي هي من 3 سنوات ل7 سنوات لازم بيجي دور الام والاب. ودور الام والاب هنا مهمين جدا، لان هم اللي بيبداوا يفهموا للطفل يعني ايه ملكيه، يعني ايه دي ملكي او ملك اخويا او ملك اختي او ملك بابا او ملك ماما. ما ينفعش افتح شنطه ماما واخد منها فلوس من غير ما اقول لها. ما ينفعش احط ايدي في جيب بابا واخد منه فلوس من غير ما اقول له. لازم افهمه ان في حاجه اسمها حاجتي بتاعتي، افهمه ان دي حاجتك، وان اللي يحب ياخدها يستأذن منك، وانت لما تحب تاخد حاجة حد غيرك لازم تستأذن منه. وفي المرحلة دي الطفل ما بيبقاش اصلا فاهم مصطلح كلمة سرقة، فعشان كده ما ينفعش اقول له انت سرقت. وكمان دايما يكون في صبر مع للاب والام في توعية الطفل عن مفهوم الملكية، ويكون عندهم الصبر لان هم يوعوا طفلهم ويفهموه دايما يعني ايه ملكية الاخرين. وده بيختلف من طفل للتاني. يعني ما ينفعش اقول ان الطفل عنده 6 سنين وطفل تاني عنده 6 سنين فلازم اقارن ابني بيه، هو ده فهم يعني ايه ملكيه وده ما فهمش. لا، ابعد تماما عن فكره المقارنه، وابقى فاهم ان في فروق فرديه عند ادراك الاطفال، وعشان ما سببش للطفل مشكله اكبر واكون انا السبب فيها لازم اتعامل بصبر وبهدوء وبحكمه في ان انا افهم الطفل يعني ايه ملكيه الاخرين. نيجي للمرحلة الثانية، السرقة عند الأطفال من سن 7 سنوات ل 18 سنة. وفي المرحلة دي بيكون الطفل واصل لمرحلة من النضج بيقدر يفهم يعني ايه ملكيتي وملكية الآخرين. وبيكون السرقة هنا عن تعمد وفهم، وبيختلف دافع السرقة من طفل للتاني، وأسبابها بتختلف من طفل آخر. ايه أسباب السرقة؟ بتكون ليها أسباب كتير ودوافع كتير، بتختلف باختلاف الظروف اللي بيكون فيها الطفل. وعادة بيرتبط سلوك السرقة مع سلوك الكذب والعند. لازم نعرف ايه هي الدوافع وايه هي الاسباب عشان نقدر احنا نتعامل معاها. دوافع السرقه عند الاطفال من سن 7 سنين ل 18 سنه. الدافع الاول رغبه الطفل في جذب الانتباه. عندنا اطفال بتبقى حاسه ان هي مهمشه ومهمله من قبل الاباء والامهات، فعشان كده بيحاول يجذب نظرهم او يلفت انتباههم، فبيحاول ان هو ياخد حاجه اخواته في البيت عشان يلفت انتباههم. او الطفل ده في المدرسه بيكون مهمش ومحدش عاطيله اي اهتمام من المدرسين او المحيطين بيه في الفصل او زملائه، فبيحاول ان هو يسرق اشيائهم واغراضهم عشان يجذب انتباههم ويلفت انتباههم ان هو موجود. الدافع الثاني الانتقام. الطفل ده بيكون في اسرته بيعاني من مجموعه من المشاكل نتيجه لان هو متضايق من والده او والدته، متضايق من حد في المدرسه، فبينتقم منهم بان هو بيسرقهم وبيسرق اغراضهم عشان يضايقهم وينتقم منهم. ده بيكون نتيجه لسوء المعامله من الاب او الام او المدرسه للطفل ده. الدافع الثالث التقليد. يعني ايه؟ يعني الطفل بيشوف السلوك ده عند الاخرين المحيطين بيه فبيقلده، وبيكون شافه اما في افلام او على قنوات التواصل الاجتماعي، او يكون شافه من حد من المحيطين بيه فبيقلده. الدافع الرابع القسوه في معامله الطفل. يعني انا بتخيل ان انا بربي ابني كويس جدا، فدايما بقسى عليه وبشد عليه وبعاقبه عقاب شديد جدا عشان يبقى ولد مهذب ويبقى بيسمع الكلام ومحدش يتكلم عليه ومحدش يقول عليه اي حاجه
حاجه، فانا دايما بأبالغ في عقابه وفي توجيه اللوم ليه وبعامله بقسوه شديده عشان يطلع راجل او عشان تطلع بنت مؤدبه. فبتكون النتيجه ان هي او هو بيفرغ غضبه في ان هو يسرق الاخرين نتيجه للقسوه الشديده في معاملته وتربيته. الدافع الخامس الحرمان. الحرمان سبب اساسي من اسباب السرقه. يعني الطفل ده محروم من كل حاجه، بيشوف كل اللي حواليه بياكلوا وبيشربوا وبيصرفوا وهو مش قادر يصرف زيهم ولا قادر يشتري زيهم، فبتكون النتيجه ان هو بيسرق اللي حواليه. والحرمان هنا ملوش علاقه بالجانب الاقتصادي، لان ممكن تكون اسره مستواها الاقتصادي كويس جدا ولكن هي مبدأها ان هي تحرم الطفل عشان يطلع عنده قناعه، وده طبعا بيؤدي بينا الى سلوك السرقه. الدافع السادس الرغبه في البطوله. يعني الطفل عايز يبقى بطل قدام اصحابه، فبيعملوا ما بينهم في المدرسه او في مجموعه الاصدقاء في النادي او في الحي او في الشارع، مين فينا اللي هيبقى بطل ويقدر ان هو يخطف الحاجه دي من المحل او يسرق البائع او يخطف حاجه من واحده ماشيه في الشارع، وهو ده اللي هيبقى البطل في وسط المجموعه. فهو الدافع لان هو يبقى بطل في وسط زمايله ويبقى هو الولد اللي ما حصلش، فبيكون ده احد الدوافع واسباب السرقه عند الاطفال في المرحله العمريه من 7 سنين ل 18 سنه. الدافع السابع تجنب اللوم والعقاب. يعني ايه تجنب اللوم والعقاب؟ يخليني ابقى حرامي واسرق؟ ازاي ابني عشان يتجنب اللوم طب ما ده هو هيتلام ويتعاقب عليه. لا، في جانب اخر احنا لازم نبص ليه، ان في اطفال عندهم حساسيه مفرطه، كل ما بيطلبوا حاجه من اهلهم بيلوموهم وبيعتبوا عليهم ويقولهم انا مش قادر اجيب لك حاجه، انت ضغطتني، انت تعبتني. اللوم والعتاب الدائم للطفل ده مع حساسيته المفرطه بيخليه ان هو يتوجه للسرقه عشان يجيب احتياجاته من غير ما يروح يطلب حاجه من اهله، وبكده بيكون الاهل هم اللي دفعوا الطفل ده لان هو يسرق الاخرين عشان يقدر ان هو يجيب احتياجاته عشان يتجنب لوم وعتاب اهله ليه. الدافع الثامن عدم القدرة على التحكم في النفس. في بعض الأطفال مش بيدركوا فكرة إن هو يقدر يتحكم في نفسه، لما بيشوف حاجة قدامه مش بيقدر يتحكم في نفسه إن هو ما ياخدهاش. أي حاجة بيشوفها قدامه بيبقى نفسه ياخدها ونفسه يمتلكها، وعدم قدرته على إنه يتحكم في نفسه إنه هو يبقى ممتلك لكل الحاجات اللي هو بيشوفها بتخليه إن هو يسرق أغراض الآخرين لحبه في امتلاك هذه الأشياء، وعدم قدرته على إنه هو يتحكم في نفسه ويبعد نفسه عن إنه هو ياخد أغراض الآخرين. الدافع التاسع الغيرة، المشاكل الأسرية، انفصال الأبوين. دي كلها أسباب ممكن تدفع الطفل إلى سلوك السرقة، إن هو يغير من أقرانه أو إخواته اللي معاه في البيت، فيضطر إن هو يشفي إحساسه بالغيرة إن هو ياخد حاجتهم، أو انفصال الأبوين وعدم إدراك أي حد فيهم إن في الطفل عنده مشكلة بيمر بيها، فيلجأ الطفل إن هو يسلك هذا السلوك ويسرق أغراض الآخرين، أو وجود مشاكل أسرية كبيرة جوه البيت ممكن تدفع الطفل إن هو يسرق أغراض الآخرين وأشيائهم. الدافع العاشر الشعور بالنقص. في بعض الأطفال بيشعروا إن هم عندهم إحساس بالنقص وإن هم أقل من أقرانهم، ودايما عندهم إحساس بالدونية وتقديرهم لذاتهم منخفض. ده بيدفعهم لإن هم يحاولوا إن هم يكملوا الإحساس بالنقص عندهم ده بإن هم يحصلوا على ممتلكات الآخرين أو أغراضهم. يعني بيحاول بطريقة ما إن هو يكمل إحساس النقص اللي عنده ده بإن هو ياخد ممتلكات أصحابه في المدرسة أو ياخد حاجة إخواته، وده لمحاولة منه إن هو يكمل إحساسه بالنقص اللي هو حاسس بيه جواه. الدافع ال11 الشعور بالذكاء. بعض الأطفال عندهم رغبة شديدة إن هو يستمتع بإحساسه إن هو أذكى من اللي حواليه، فبيحاول إن هو يحصل على أغراض الآخرين ويحصل على أشيائهم وممتلكاتهم، وده عشان يحس إن هو أذكى منهم وإن هو ما قدروش يشوفوه أو إن هم يعرفوا إن هو أخد حاجتهم، وده بيشبع عنده إحساسه بإنه أذكى من الآخرين. الدافع ال12 التدليل الزائد وإجابة كل الطلبات للطفل. بعض الأطفال أهاليهم بيلبوا لهم كل طلباتهم، كل حاجة بيطلبوها بتكون متاحة ليهم وبتكون تحت رهن إشارتهم، وبياخدوها بدون أي مناقشة أو بدون أي معرفة لسبب طلباتهم دي. يعني اطلب وأنا هنفذ. النتيجة بتكون إن الطفل ده ما عندوش حاجة اسمها مش موجودة أو مش بتاعتي، إحساسه بالامتلاك بيكون مسيطر عليه، وإن مفيش أي حاجة ممكن يطلبها أو يحتاجها إلا لازم تكون موجودة عنده. إذا حصل للأسرة دي أي انتكاسة مادية للأسف بتكون نتيجتها في بعض الأحيان إن الطفل ده بيضطر إن هو يسرق، لأنه مش قادر يقاوم إحساسه بإن هو ما ينفعش يترفض
فضله طلب. دي كانت الدوافع والاسباب اللي بتؤدي للاطفال في المرحله العمريه من 7 سنين ل 18 سنه الى سلوك السرقه. وهنا بنيجي لخطه علاج سلوك السرقه عند الاطفال. وسامحوني ان انا طولت عليكم الفيديو شويه، ولكن الحلقه مهمه وعشان كده نكملها مع بعض للاخر. خطه تعديل سلوك السرقه عند الاطفال بتتم على مرحلتين، من 3 ل 7 سنوات ومن 7 ل 18. خطة علاج سلوك السرقة عند الأطفال من 3 ل 7 سنوات بتتم على مجموعة من الخطوات. الخطوة الأولى هي التجاهل والإلهاء وعدم الترك، واللي فيها بقول للطفل بص العصفورة. يعني إيه بص العصفورة؟ إن الطفل لما بياخد حاجة أخوه أو حاجة مش بتاعته باخدها أرجعها لصاحبها، وبعدين ألفت انتباهه لحاجة تانية خالص عشان ألهيه عن السلوك اللي هو كان بيعمله، ومقعدش أتكلم معاه في الموضوع تاني خالص أو أحكي قدامه فيه. الخطوة التانية هي التوضيح، وفي التوضيح انا ببدا اشرح له يعني ايه ملكيه، ويعني ايه حاجه اخويا، ويعني ايه حاجه صاحبي او زميلي في المدرسه، ويعني ايه حاجه ماما وحاجه بابا. واوضح له ان في فروق، وان عشان اخد اي حاجه من حاجه الاخرين لازم ان انا استاذن. ولازم اقول رساله بسيطه لكل اب وام: حاول ان انت تحط المشكله في حجمها الطبيعي. يعني بلاش تدي الموضوع اكبر من حجمه، وبلاش نحكي على الطفل مع الاقارب او محيط الاصدقاء او الجيران او عن مشكله، وبلاش اقول للطفل كلمه سرقه دي خالص، لان الطفل في المرحله دي مش فاهم يعني ايه كلمه سرقه. الخطوه الثالثه وهي معرفه احتياجات الطفل. يعني عشان امنع ابني او بنتي ان هم ياخدوا اشياء او اغراض الاخرين لازم اعرف ايه هي احتياجاته، والبي له احتياجاته وانفذها له عشان يبعد تماما عن ان هو ياخد اغراض الاخرين او اشياء. وبكده اكون انا حطيت خطه كامله لتعديل سلوك السرقه عند الاطفال في المرحله العمريه من 3 سنوات ل 7 سنوات. نيجي للمرحله الثانيه، الطفل من 7 سنوات ل 18 سنة وخطة تعديل سلوك السرقة عند الأطفال. المرحلة دي بيتم تعديل سلوك السرقة عند الأطفال في مجموعة من الخطوات. الخطوة الأولى: لا تصف طفلك بالسرقة. يعني إيه؟ يعني بلاش نوصف أطفالنا بصفة السرقة. يعني ما أقولش للطفل أنت حرامي، لأن الأطفال في المرحلة دي بيتصرفوا وفقا للصورة الذهنية اللي وضعها المحيطين له بيه. يعني أنا وصفتهم بأن هم حرامية فهيبقوا حرامية، أنا وصفتهم أن هم هيبقوا مكذبين فهيبقوا كذابين. ودي اللي أكدتها العديد من الدراسات النفسية، ان الطفل بيتصرف وفقا للصورة الذهنية اللي وضعها له المحيطين من حوله. عشان كده رجاء وانتوا بتتعاملوا مع الطفل في المرحلة من 7 سنين ل 18 سنة والطفل عمل سلوك السرقة ده، رجاء بلاش نوصفه بصفة الحرامي او انت سرقت، ونبعد تماما عن المصطلح ده. الخطوة الثانية في تعديل سلوك السرقة عند الطفل من سن 7 سنين ل 18 سنة ان انا اطلب من الطفل ان يضع نفسه مكان الاخرين. يعني بمنتهى البساطة انا هجيب الطفل في المرحلة دي لان هو عنده من النضج الكافي لان هو يسمع حضرتك ويفهمك. هتقول له انت حط نفسك مكان اللي انت خدت حاجته. لو انت حطيت نفسك مكانه والناس اخدت حاجتك او زميلك اخد حاجتك او اخوك اخد حاجتك، انت هتقبل ده؟ انت مش هتبقى زعلان؟ والطفل في الوقت ده هيقول لك لا طبعا انا هبقى زعلان ومش هقبل ان حد ياخد حاجتي. بالطريقة دي انت بتوجه الطفل لان هو يرفض السلوك ده في نفسه اذا عمله في الاخرين او المحيطين بيه من حوله. الخطوة الثالثة: تعزيز السلوك الإيجابي عند الطفل. إزاي أنا أعزز السلوك الإيجابي عند الطفل وأبعده تماما عن السلوك السلبي اللي أنا رافضاه اللي هو السرقة؟ إن أنا أحكي له قصص فيها حاجات بتتكلم عن الأمانة والصدق، وإن الحاجات دي وإن السلوكيات دي هي سلوكيات محببة وبتخلي الناس تحب الشخص اللي هو بيتصف بالأمانة ويتصف بالصدق، لأن القصص الغير مباشرة دي بتكون ليها نتيجة كويسة جدا في تدعيم السلوك الإيجابي عند الأطفال. وتجنب تماما وأنا بحكي القصة للطفل إن أنا اقول له نفس الموقف اللي هو عمله او اللي هو اتحط فيه، لان ده هتخليه ينفر من القصة وهيخليه ان هو يرفض ان هو يسمعها ويرفض ان هو يتقبل اللي فيها، لانه هيحس في الوقت ده ان الكلام كله عليه وان هو بيتم الاسقاط عليه في القصة دي. عشان كده لما اختار قصة عن الصدق او الامانة اتجنب تماما ان انا احكي موقف مشابه للموقف اللي حصل من الطفل. الخطوة الرابعة: بناء علاقة صداقة قوية مع الطفل. يعني انا لازم ابني بيني وبين الطفل علاقة حب وتعاون وصداقة، ودايما اشجع الطفل واقول له انا موجود معاك، انا موجود عشان مساندتك وعشان مساعدتك. ابعد تماما عن اللوم والعتاب ورمي التهم والغضب من الطفل. انا دايما اديله الاحساس بالامان وبالدعم واشجعه واقول له انا معاك، انا في ظهرك، انا موجوده عشان اساعدك في اي وقت. اذا حصل اي حاجه معاك تيجي تحكي لي، انا هكون موجود عشان اسمعك، انا هكون موجود عشان اساعدك، انا موجود عشان اقف جنبك. اوعى انك تلوم الطفل او تعاتبه، لان
ده هيكون احد الاسباب اللي هتخلي الطفل يخاف ان هو يجي يقول لك اي مشكله بيقع فيها، وبالتالي ممكن ان هو يعمل سلوك السرقه وما يجيش يقول لك لانه خايف ان هو يلاقي من حضرتك اللوم او العتاب او التوبيخ. الخطوه رقم 5، تحمل عواقب الامر. انا بعد ما قدرت ان انا افهم طفلي يعني ايه ملكيه واستوعبه واكون معاه علاقه صداقه وطيده وعلاقه صداقه قويه، ابدا اعلمه ازاي يتحمل عواقب الفعل اللي هو عمله. فانا بتكلم مع طفلي وبقول له هو لو كان اخد حاجه من المحل من غير ما يستأذن من صاحب المحل، او اخدها بدون قصد، او عجبته الحاجه واخدها وجاء قال لي، فابدا اقول له احنا هنحوش ثمن اللعبه، يعني هيحوش ثمنها من مصروفه عشان يقدر ان هو يتحمل عواقب الفعل اللي هو عمله، ويتعلم ان هو دايما هيصلح اخطائه. وبعد ما يحوش ثمن اللعبه اللي هو اخدها او اي غرض من الاغراض اللي هو اخده من المحل، هروح معاه لصاحب المحل واقول له احنا هنعتذر ليه، ونقول له احنا ان هو اخدها بدون قصد، واخدها ونسي ان هو يدفع ثمنها، وهو جاي دلوقتي عشان يدفع ثمن الحاجه، لانه كان لما روح البيت لقى ان الغرض ده موجود في وسط الحاجه وهو نسى يدفع ثمنه. ونعتذر لصاحب المحل عن عدم دفع ثمن هذه اللعبه او الغرض اللي هو اخده وندفع ثمنه، وبكده الطفل يتعلم ان هو يتحمل عواقب الامر وبدون ما اجرحه او احرجه او ان انا اقول ان هو سرق. كمان لو هو اخد حاجه من اصحابه في المدرسه او من اخواته بدون اذن، فهفهمه ان هو يروح تاني يوم المدرسه او النادي او لصاحبه ده ويقول له انا اخدت الحاجه او نسيت وحطيتها في الشنطه من غير ما اقصد، وبعتذر ليك والحاجه بتاعتك اهي، ويرجعها تاني لصاحب الحاجه. بكده اكون انا علمت طفلي ان هو يتحمل عواقب السلوك اللي هو عمله، وكمان ما حطيتوش في موقف محرج وما قلتش عليه ان هو سرق، وقدرت ان انا اخرجه من الموقف بطريقه سلميه بدون اي مشاكل. الخطوه رقم 6، وفي الخطوه دي بيكون فيها اهم حاجه لازم نوصل ليها، هي متابعه الطفل. بعد ما مشينا كل الخطوات السابقه وعملناها مع الطفل، مطلوب ان احنا عشان نتاكد ان احنا ماشيين صح مع الطفل ان احنا نحطه تحت المتابعه والملاحظه، عشان نتاكد ان الطفل ما رجعش تاني للسلوك سلوك السرقه مره تانية. اذا تاكدنا ان الطفل ما عادش بيرجع للسلوك ده تاني، يبقى كده احنا نفذنا الخطوات لتعديل سلوك السرقه عند الطفل بطريقه صحيحه، وبكده احنا وصلنا الطفل لبر الامان. اما اذا وجدنا ان الطفل لا زال مستمر في سلوك السرقه رغم كل محاولاتنا اللي احنا اتكلمنا عنها خلال الحلقه بتعديل سلوك السرقه عند الطفل، فبكده لازم نعرف ان الطفل بيواجه هنا مشكله تانية، وليكن مثلا مشكله التنمر او عدم قدره الاب والام على استيعاب الطفل او معاملته بطريقه سليمه، او ان في مشكله داخل المدرسه او مشكله داخل الاسره بتحتاج معها الى اللجوء الى متخصص للحوار مع الاب والام لمعرفه كيف يتم مساعده الطفل للتخلص من هذا السلوك. يا ريت نكون قدرنا ان احنا نوصل لحضراتكم في حلقتنا النهارده معنى السرقه عند الاطفال ودوافع السرقه عند الاطفال والخطه الكامله لتعديل سلوك السرقه عند الاطفال. ارجو ان احنا نكون افدناكم في حلقتنا. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.